شايفين الكبده بتاعتنا شكلها عامل ازاي؟ تحفه. الفلفل يا جماعه بنحطه في الاخر مش في الاول، علشان وانتي بتاكلي الساندوتش كده يقرمش. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض اكله خطيره. هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني او كبده عربيات الشارع. لما بنبقى ماشيين في الشارع كده بنشم ريحه الكبده اللي الراجل بيعملها، ريحتها كده بتهفف، بيبقى نفسنا ناكل سندوتش واتنين وتلاته. النهارده هقولك ازاي تعمليها في البيت وتطلع احلى من بتاعه الشارع. جميله جدا. بعد الفيديو ده انا متاكده ممكن تعملي مشروع من البيت هيكسبك دهب. يلا نسمي الله واقولك الكبده الاسكندراني او كبده عربيات الشارع بكل اسرارها وتركاتها. هنسمي الله وهتجيبي الكميه اللي انت حباها. يعني انا هنا عامله نص كيلو من الكبده. الكبده بتكون متقطعه شرايح رفيعه، او بتشتريها جاهزه بتقولي له انا عايزه كبده عصافيري، بتقولي للجزار. طب لو انت الجزار مش مقطعها او ما لقيتيش عنده، انت بتجيبي كبده شرايح وتعينيها في الفريزر وتقطعيها وهي مجمده عشان تعرفي تتحكمي في القطعيه بتاعتها. بعد ما قطعنا الكبده وظبطناها، الكبده بقى ما بتتغسلش، هتغسليها كده انت بوظتي طعمها خالص والزفاره بتاعتها هتكون بانت، مش هتبقى حلوه خالص. طب هنعمل ايه؟ بنحطها في مصفى زي ما حضرتك شايفه كده ونسيبها لمده ساعه، هي هتصفي الدم بتاعها كله. بعد كده باخد الطبق اغسله واحطه تاني، اسيبه لمده 3 4 دقايق. لقيت الطبق نضيف يبقى هي كده تمام، نزلت كل الدم اللي موجود فيها. شايفين الطبق ما شاء الله فله. معايا 3 ليمونات، معايا معلقه من الثوم المفروم، فلفل رومي احمر، فلفل رومي اخضر، قرن فلفل سبايسي. لازم يكون في قرن فلفل سبايسي. كبده العربيات بتبقى محوحه كده وبتبقى مشطشطه، لكن لو انتي مش حابه ممكن تستغني عنها، بس انا بقولك كل الاسرار بتاعه كبده عربيه الشارع. يعني النص كيلو كبده تحطي له قرنين كبار كده، تشكليهم بقى زي ما انت حابه. مش حابه سبايسي هتشيلي القرن الفلفل سبايسي، تحطي رومي احمر اخضر براحتك وتقطعيهم شرايح رفيعه. هنا انا عصرت الليمون، طبعا الكبده بتحب الليمون، ما تستخسريش فيها الليمون. الليمون بيضيع اي ريحه زفاره. انا هنا حطيت الليمون، عصرت الليمون، بقلب الكبده كويس جدا، اركنها على جنب بس 5 دقايق كده اللي هي تشرب الليمون اللي انا حطيته. حطيت جريلا على النار، ربع كوبايه من الزيت، ولازم الزيت يسخن كويس جدا. وسر من اسرار كبده عربيه الشارع ان الزيت يكون كتير. يعني نص كيلو كبده انا حطيت ربع كوبايه زيت. لازم الزيت يسخن زي ما حضرتك سامعه الصوت ده، يعني لازم تسمعي الصوت الكش دوت. هنا انا بوزع بس الكبده، مش بنقلبها عشان ما تنزلش الميه. لو الكبده نزلت ميه هتلاقيها مجلده، لان هي اصلا ما بتاخدش وقت على النار، فهتنزل الميه، هتضطر بعد كده تقعد تشرب الميه اللي هي نزلتها، فكده هتاخد وقت. فاحنا بنقلبها لما بتاخد لون بس نقلبها، وبعد كده بننزل بمعلقه الثوم المفروم. وقلبي الكلام ده كله مع بعض وشمي بقى ريحه الليمون اللي طالعه عليكي، عشان كده بقولك ما تستخسريش فيها الليمون. بعد كده بنحط البهار، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه من الفلفل الاسمر، المفروض يكون فلفل ابيض بس انا بصراحه ما كانش عندي. وبنحط الملح، بنظبط الملح. قلبي الكلام ده كله مع بعضه. هي المفروض كده خلاص خلصت، هي بتاخدش وقت. النار بتاعتنا عاليه، النار بتاعتك لو واطيه هتلاقي الكبده مجلده مش حلوه. اخر حاجه بنحطها، بنحط يا ستي الفلفل. المفروض الفلفل يكون اكتر من كده، بس انا الولاد عندي ما بيحبوش الخضار كتير، فاستكفيت بالكميه ديت. فالمفروض اللي احنا نحط اكتر من كده. ده برضو سر من سر كبده عربيه الشارع او الكبده الاسكندراني، تحب الفلفل الكتير. كده خلاص خلصت، مش هنسوي اكتر من كده، خلاص هنطفي. يعني احنا عايزين الفلفل يكون فيه اللي انت كده تيجي بتقرشيه كده بيبان وانت بتاكليه. هاتي بقى العيش الفينو وسلطه الطحينه، عملناها كتير قبل كده مع بعض. وافتحي الساندوتش، ما تفتحوش بالسكينه، افتحيه بالمقص، مقص كده يكون انت مخصصاه في المطبخ. ما شاء الله تبارك الله، الله الله الله. وعصري بقى ليمون وكلي يا ست الحبايب. حاجه كده جميله جدا جدا جدا، احلى وانضف من كبده عربيه الشارع. حاجه عاملاها في البيت وجميله. المفروض يكون اللي احنا يكون فيه مخلل جزر، بس انا بصراحه ما كانش عندي، فعملت لهم طبق سلطه. شايفين الجمال والحلاوه؟ كده الفيديو بتاعنا يعتبر خلص. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب. انا قلت لك كل سر من اسرار كبده عربيه الشارع، ووفرت عليكي اللي انت تقفي في الشارع. انت كمان اعملي اللي عليكي، لايك وشير وكومنت حلو، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.